يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم من قناة يامي تاتش. بسعدنا اليوم نقدم لكم وصفة شاورما الدجاج بطريقة سهلة كتير ومميزة، وكمان طريقة عمل التومية ومكعبات البطاطا مع الكزبرة والثوم. نتمنى تتابعوا الوصفة للآخر حتى تتعرفوا على كل الخطوات والتفاصيل. ما تنسوا تشتركوا بالقناة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. التتبيلة: توم مهروس، وبنضيف البصل المبشور واللبن الزبادي والخل والملح وباقي خليط النشا، وبنخلطهم كويس. وبعدها بنبدأ نضيف الزيت بالتدريج ونستمر بالخلط. وممكن في هالمرحلة نعدل الملح والليمون حسب الرغبة، ومنخليها في الثلاجة لوقت التقديم. لتحضير مكعبات البطاطا مع الثوم والكزبرة: بنقطع البطاطا مكعبات وبنملحها وبنقليها، وبنتركها شوي على ورق المطبخ حتى تنشف من الزيت الزايد. بنرش عليها شوية فلفل أسود. بنجهز الثوم المهروس مع الكزبرة المفرومة، وبنضيف عليهم عصير الليمون، وبعدها بنضيف مكعبات البطاطا وبنقلبهم كويس. ممكن نزيد ليمون حسب الرغبة. بعد ما جهزت معانا الشاورما نتخلص من المرقة الزيادة، وممكن نستعملها في دهن السندويشات لو حبينا. نبدأ بتقطيع الشاورما زي ما هو واضح أمامكم. ممكن استخدام أعواد الخشب لتثبيت شرائح الشاورما وسهولة التقطيع. رح نبدأ بعمل سندويشات الشاورما.
ممكن استخدام خبز التورتيلا وأي خضار إحنا حابين نضيفها، وطبعاً بطاطا مقلية ومخلل خيار. نبدأ بدهن التورتيلا بطبقة من مرقة الشاورما والتومية اللي جهزناها مع بعض سابقاً، ومنرتب طبقات الدجاج والبطاطا والخضار حسب الرغبة. ممكن ندهنهم زيت ونحمرهم في قلاية على الغاز. كمان ممكن نستعمل خبز الصاج أو الشراك لعمل سندويشات الشاورما بنفس الطريقة.